كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، ولازم في دخلة رمضان اعمل فيديو ربنا ما يقطع لنا عادة. هرجع بيكم كده لحقبة زمنية قديمة شويتين، ايام الفراعنة. كانوا مشهورين بفن التحنيط. فجت الستات المصريات الفضليات حبوا يحطوا التاتش بتاعتهم، فعملوا فن خاص بيهم اسمه فن الفرزنة او التفريز، كلاهما صح عشان لو جات لكم مصطلح علمي ولا حاجة. طيب بالنسبة للرجالة الغلابة عايزة اشرح لهم يعني ايه فرزنة او تفريز. هي عملية كهرومغناطيسية كيميائية، ملاش اي 30 لازمة. ابتدعتها الستات وهم قاعدين كده، قال ايه فاكرين ان كده بيريحوا نفسهم، لكن طلع الموضوع كله قدر وتعسيف، خصوصا لجيل الفولترين، انا وحبايب قلبي اللي بنتعب لما بنعمل اي اعمال بسيطة عشان اسباب صحية كتير قوي. طيب عملية التفريز دي هي مش تحنيط، يعني هو تجميد لبعض المنتجات، قد تكون كائنات حية أو غير حية. ممكن نكون عارفين احنا مخزنينها ليه، وممكن ما حدش عارف الأسباب، أسباب لا يعلمها إلا الله، غيبيات فما بنسألش عنها. ممكن تكون حاجة شحة في السوق أو مرطرطة عادي، ممكن تكون حاجة غالية أو رخيصة. هو حب في التخزين، يعني زي حب الامتلاك كده، زي ما تقولوا كده ايه، الستات بتتبارك لما بتحطها في الفريزر. ف عايزة أقول لكم كمان على الكائنات اللي بيتم تفريزها. قد تكون طيور، طبعا الراجل الغلبان فاكر ان هو مثلا قصدي على فراخ، بط، وز، حمام، سمان، ديك رومي. لا انا اقصد كمان الطيور الجارحه، يعني ممكن صقر، نسر، رخ، عنقاء، ماشي. فانت لو حضرتك لقيت فخده كبيره كده جوه في الفريزر، لا ده مش فخده ديك رومي، مش بالحجم ده، ده رخ او عنقاء، حاجه من الاتنين. ممكن تخزن كمان طيور الزينة، ما فلتوش، تلاقي كده بغبغانين صغيرين كده متشالين للحبايب، ملونين وقطايط، كناريا، عصفور جميل كان ماشي في حاله كده جابته من قفاه وراحت حطاه، كتاكيت، ما فيش اي حاجة. المأكولات البحرية ممكن أسماك، كابوريا، جمبري. ممكن تلاقي حاجة سودة قاعدة وغلبانة كده أمورة، ده بطريق، ده بطريق عادي. ممكن تلاقي مثلا ديل حوت، نفسها هفاه على ديل حوت، حته كده من كائن انت مش عارفه، ده دب قطبي عادي. بص ما تركزش، عامله دماغنا في تالين بليه، لا معميه معميه، فما تركزش وما تسالش. طيب ممكن تخزن جميع انواع الماده، صلبه، سائله، غازيه. غازيه ازاي؟ بتعبي هواء، كيفها نتدخل في كيفها، بتعبي هوا ليه؟ اتخنقت منك تروح شامه شفطلها كيس هوا، زي ما بتشفط كيس الكولا كده وتسحب كيس كولا، هي كيفها هي حره، ما تدخلش بقى عشان هي اصلا ايه، دماغها هربانه. ممكن تكون سائله، والسائله دي مش شرط تكون قابله للاستهلاك الادمي، ممكن تكون مخزنه فيري عادي براحتها، هي حره. طيب عايزين نعرف الفرزنة ليها أصول، يعني في حاجات كده في التفريز دي أساسيات، لو عرفتوها تبقوا عمد. أول حاجة الصلصلة، صلصلة الطماطم. صلصلة الطماطم فن مش عن خلاص، دي بسببها في جروبات الادمن اتشتمت فيها، واعضاء كتير طاروا منها بسبب موضوع الصلصله، لانه ليه مدارس ومذاهب كتيره. بتبتدي ان الست بتاخد البوك بتاعها، بتنزل بتروح سوق بعيد عنها بزرابيح الزرابيح، تشتري قيمة 15-20 كيلو طماطم عشان توفر، تدفع اللي وفرته في اوبر حبيبة قلب ماما او في تريلا عشان تشيلها الكمية دي. خلاص تروح تجيب انجر كبير، انجر كبير قوي قوي قوي. طبعا ده ما ينفعش معاه بوتاجاز، فبتستوقد له حطب. خلاص فبنعمل حسابنا في الحطب برضو. الانجر ده او قدر زي بتاع توم اند جيري، اللي كان توم بيحط فيه جيري او العكس، وكان زعيم القبيله بيلف حواليه كده ويقعد ان كده ويقطعوا فوقيه الكرفس والجزر، اكيد عرفتوه. هي بتجيب القدر ده وتستوقد تحتيه الحطب وتبتدي تحط الطماطم. خلاص المدارس بقى، في ناس تقولك نحط الطماطم بقشرها، في ناس تشجب وتستنكر وتقولك لازم تتقشر، ومن هنا طلع مصطلح الطماطم الكونكاسيه اللي انا كنت فاكراه شتيمه في الاول. بعد كده في مدارس تانية تقولك الطماطم لازم تتصفى بعد الصلصلة، في مدارس تانية بقت بتسب بالأب وبالقمع وقالت لأ، ما ينفعش، مش لازم تتصفى خالص، تفضل زي ما هي. في مدارس بقى كان في جدال فظيع، طب ما نضيف سكر عشان نعادل الحموضة،
راحت المدرسة التانية، بصوا يعني منتهى قلة الأدب والصفاقة وشتيمة وقعدوا يتبادلوا ويتقاذفوا الشتائم، وقالوا لا ما ينفعش نغير طعم الصلصة ونحط سكر من بره. خلاص أنا حاولت أجمع لكم كل مشاكل الصلصة. بعد ما خلصت الصلصة الحمد لله، ألف حمد وألف شكر. هل الموضوع خلص كده؟ لأ. تخزين الطماطم، تخزين الطماطم المتصلصلة، عشان برضو ده لو جالكوا سؤال في الامتحان. المدرسة المعروفة قوي اللي موجودة في كل الجروبات بتقولك ان بيتم تقسيم الطماطم المتصلصلة الى اقسام متساوية بالميزان الحساس علشان كل كيس يكون فيه كمية تكفي طبخة. خلاص بيعرفوها ازاي؟ هم عندهم قدرات خاصة، ربنا حباهم هذه القدرات عشان يعرفوا كل طبخة بتاخد قد ايه. تمام؟ كبشة كبشتين على حسب. هل بتفتكروا ان هما بيحطوها في كيس عادي كده من الاكياس البلاستيك وبيكوروها كرة زينا كده ويحطوها في الفريزر؟ ابدا، دي قلة ادب وسفالة، ولو عرفوا كده هيقيموا عليكي الحد. بتجيب الاكياس بتاعه ايكيا دي اللي بتتقفل كده، دي بتحطي الكمية المعيارية المتفق عليها دوليا، بتتحط جوه الكيس وتتقفل وبعد كده تفضل عاملة كده. ده وضع الطماطم اللي متصلصلة الصح. خلاص اي وضع تاني قلة ادب وسفالة ده بيبقى عامل كده. تاخديه بمنتهى الحرص والحذر كده، تمام، وتحطيه في الفريزر على طراطيف صابعك كده وانت ماشيه، يتحط في الفريزر لحد لما ياخد الوضع ده ويجمد فيه. بعد كده توقفيهم كده جنب بعض كانها كتب في مكتبه. الموضوع ده، الحركه دي بتتعمل كمان مع البصل، وبرده بتوقفوه جنب بعض، وبتتعمل كمان مع الشوربه. طبعا زي ما احنا عارفين ان بيجيبوا مثلا 15 فرخه علشان يطلعوا ستوك شوربه، احنا مش عارفين ايه لازمته، وبتتحط برضو بنفس الطريقه. طيب مع كميه الفرزنه دي بتلاقي ان هي حبيبه قلب ماما بتفطر 5 ايام عند ماما ويومين عند حماتها. طب ايه لازمه الكميه دي يا حبيبتي؟ ما اعرفش، لازم تبقى عندي برضو. التوم في مدارس بتقولك ان هو يتحط في صوص ويتحط جوه بتاع زجاجي، ما ينفعش بلاستيك، يا اما هيطلعوا بلاستيكاتك في الجروب. بيحطوها في بتاع ازاز خلاص، ويحطوا فوقها منديل ورقي. في مدارس تانية قالت ان احنا بنطحنه كويس قوي وبعد كده نحط فوقيه زيت، وكانت الشتيمه بينهم هل ده زيت عادي ولا زيت زيتون. خلاص كلكم بقى والليمونكم. الليمون بقى يعني صوتيا اللي مش غرمانه، انا افتكرت ان الليمون بياخدوه بيمسحوه كده ولا بيغسلوه ولا بينشفوه وبيحطوه. طلع لا. اولا لو انت هتعملي الطريقه دي لازم بيتحط في بتاعه البيت بمنتهى النظام والدقه، عشان عيب الناس تقول علينا ايه لو الليمون اتحط كده في باب الثلاجه او في باب الفريزر. منتهى قله الادب والسفاله والصفاقه. او الجديد بقى ان هم بيعصروه وبيحطوه في بتاعه التلج. خدتوا بالكم؟ ركزوا معايا عشان انا ابتديت افقد القدره على النطق. وبيحطوه خلاص بيسقسقوه على هيئه مكعبات عشان لما تحتاجي ليمون تطلعي مكعب. لا تعليق، انا هسيب بقى اللي انتوا عايزين تقولوه قولوه، انا عارفه انتوا هتقولوا ايه. خلاص في ناس بتقولك طب ما بيخزنوا ميه في الفريزر عشان لو احتاجوها في سلق اللحمه ولا حاجه، يعني حاجات بسيطه كده تشيل يعني. طيب غير كده هنتكلم على حاجة مهمة جدا وهي الخيامية. جرت العادة ان هي حاجة بتضفي بهجة جو رمضاني جميل، لكن ما تسبب لكيش قرشة نفس. في بيوت تدخليها بسم الله الرحمن الرحيم، ايه ده؟ في ايه؟ بصي بتفتكري ان انت داخله، انت مش داخله بيت، انت عارفه انت داخله ايه؟ حضرتك داخله مولد. انت ده مش بيت بني ادمين. من اول ما تدخلي بترشقي كده في فانوس كبير، بصوا برج خليفه بسم الله ما شاء الله، التوب بتاعته بتكحت في السقف فوق. ليه يا ماما؟ طب ما جاش في بالكم بعد رمضان هتعملوا فيه ايه؟ ده يا دوبك هيتحط كده في نص الصاله، تمام، وتلفوا بقى حواليه بقى، ده اسمه ميدان الفانوس، ما هو ملوش حل تاني. تدخلي بقى الصاله خياميه everywhere، في كل حته خياميه، عامله تلبيسه خياميه كل سنه غير التانية، وبيعلوا على بعض بقى، انا السنه دي جبت كذا وتصور، والسنه دي جبت كذا. عامله مفرش لترابيزه السفره، ولازم المفرش يكون نفس النقشه بتاعت الكنب علشان يردوا على بعض، عشان يكون في هارموني وتجانس. خلاص
بيلبسوا كراسي السفرة خيامية. الماسورة بتاعت الستارة بيلفوا حواليها خيامية. تدخلي بقى الليفنج تلاقي مخدات كتير قوي، بوجي وطمطم وعم شكشك ونيلي وشريان بالكوم بالزوفة. خلاص. الكهارب اللي في البيت ليد اللي هي عارفينها الملولوة دي، اللي هي بيبقى نازل منها هلال ونجمة وكده، طبعا دي بتتحط في الفيش وبتكون اسلاكها ملمسه وبتنيله. الفيشه بتبقى متنيله ب 60 نيله اصلا، واحنا بنشتريها تلاقي العيال ماشيين بيتصعقوا. ايه يا حبيبي اصلا الفيشه بس يا ماما لمست معايا. دي الاجواء الرمضانيه الاوفر، لدرجه ان حتى الديسبنسر بتاع الميه ده حبايبي مقيفين له خياميه وحاطينها. تفتحي التلاجة فيه عضوة فاضلة كانت فرشة مفارش خيامية على الرفوف، وعاملة تلبيسة واخدة مقاسات ازازة المية وعاملة لها تلبيسة خيامية، ازازة الكاتشب واخدة مقاساتها وعاملة لها تلبيسة خيامية، الاطباق خيامية، المعالق خيامية. اقول لكم النصيبة الكبيرة. عارفين الشفاط بتاع المطبخ والحمام دراعات يا حبيبي بيلبسوا له فيها خيامية. المفاتيح بتاعه البوتاجاز والله ما سلمتش منهم لبسوها لها خياميه. عيون البوتاجاز يعني لو ما كانتش بتحرق كانوا لبسوها خياميه برضه، هي طالعه لك بمرياله خياميه، ملبسه مفصله للعيال كلها بيجامات خياميه، وممكن للزوج لو يعني غلبان يا عيني وخلاص طهق منها بتلبسه بيجامه خياميه. فايه ايه بقى؟ لا ايه بقى والله العظيم حرام عليكم تعبنا. لا كفاياكوا والله. الموضوع الثالث التنظيف جميل والنظافة من الإيمان، بس ارحمونا علشان الموضوع وسع، ومش هفسر أكتر من كده الموضوع وسع إزاي. لما واحدة تدخل وتكتب أنا كنست الشقة 3 مرات ومسحتها 5 مرات كفاية ولا لأ؟ انت عايزانا نرد عليك نقولك ايه؟ انت عايزة ايه مننا؟ نكدت السجاجيد وغسلت الستاير، طب ما توديهم يا حبيبتي الدراي كلين وهي تقدر توديهم لا الناس تقول علينا ايه؟ لازم انا انكتهم لوحدي وما ينفعش اجيب حد يساعدها، هي لازم تعزق في الشقه لوحدها. طيب انا يا جماعه ايه الروتين بتاعكم في توضيب؟ ايه موضوع الروتين ده؟ ايه الكلمه المنيله ب60 نيله اللي بقت داخله علينا؟ روتين تنظيف المطبخ، روتين تنظيف الدولاب، روتين تنظيف البشره. من ساعه ما الكلمه دي دخلت في حياتنا وكل حاجه اتقلت بركتها، انا مش عايز اسمع كلمه روتين دي تاني خلاص. بتنزل الدولاب كله على الارض قبل رمضان ليه؟ الضيوف اللي هم اصلا ما بيجولكيش هيدخلوا يفتشوا يشوفوا الدولاب متوضب ولا لا. وضبيه يا حبيبتي عشانك في اي وقت في السنه، مش لازم تقولك لا عشان الناس والضيوف. شلت تحت السرير وشلت الدولاب علشان انضف من تحتيه، عشان طبعا هيئه النظافه والبيئه لما تيجي تبص تحت الدولاب وتحت السرير ما تلاقيش فتفوته. والله انا شلت السيراميك وكنست تحتيه، كده حلو ولا كنس تاني؟ لا اكنسي تاني، اكنسي بصي احفري طلعي بترول من الارض عشان ترتاحي وتهبطي. او مثلا تيجي تقولك انا والله لسه منضفه النجف بس بحب انضفه مرتين في الشهر. طبعا معروف لي عشان الضيوف بيركبوا الحوامه وبيطلعوا بيشوفوا هل في غبار اتربه كده الحاجات دي. نضفوا وانتوا ساكتين خلاص. وعايزه اعرف ايه موضوع البوتاجاز اللي شاغلكم؟ يعني واحده تيجي تقولك يا جماعه بسرعه افك ازاز البوتاجاز ازاي؟ ان شاء الله عنه امه ما تفك، ان شاء الله عنه ما تفك يا اختي. بيفكوه خلاص، يفكوه يقعدوا ساعتين يفكوه وبعد كده ينزل يتدش على رجليهم، اهو منه الدش ومنه رجليهم اتفتحت، ويجوا يصوتوا لنا على الجروب ويحاسبنوا. حد قال لك تفكيه يا اختي؟ حد قال لك تفكيه؟ حد قال لك تفكيه؟ انت بتفتي طول ما انت قاعده. او واحده مثلا جت تفكه وتصرخ لنا وتلطم مش عارفه اركبه تاني وجوزي اتخانق معايا وحلف عليا بالطلاق. تستاهلي بوظتي البوتاجاز مش عارفه اركبه. وعايز اعرف برضو ايه موضوع بتنضفوا الشفاط ازاي؟ وعيون البوتاجاز عايزاها تلمع قوي 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 زي الكريستال. ليه تلمع زي الكريستال؟ ما تنضفيها وخلاص تلمع زي الكريستال. وتقولك في وصفه يا جماعه بسيطه قوي مكونه من 15 مكون، سهله قوي بسيطه وعمليه وتقدروا تعملوها. ايه كل حاجه بكربونات صوديوم بكربونات كفايه. ومعلش عايزه اقول لكم على حاجه، يعني مش لازم تخزنوا خلطة محشي كتير برضو، يعني خفوا شوية في خلطة المحشي، لان انت بتاكلي محشي عند امك وعند حماتك، انت ما بتعمليش محشي. ومش هقول اكتر من كده. ما تقعديش بقى تخزني لي كرنب وورق عنب والكلام ده كله واحنا عارفين ان انت ما بتعمليش حاجة. يا جماعة احتفلوا بالهداوة.
الشهر ده المفروض عبادة، الفلوس دي توفروها صدقة، زكاة، تساعدوا بيها أسرة متعففة، كفالة يتيم. مش نحن نقعد نملى الفريزرات بحاجات احنا مش عارفين هنستخدمها ولا لا، لدرجة ان هي بتفقد ملامحها. يعني احنا بنمسك الكيس، هو ده شوربة ولا بطريق ولا نص كيلو لحمة، احنا مش عارفين ده عبارة عن ايه. حرام حرام. اعملوا على قدكم، اعملوا على حسب احتياجاتكم. المصاريف بقت غاليه والدنيا بقت غاليه والرجاله ما بقتش مستحمله، وحرام ضغط عليهم اكتر من كده. كائنات حيه، اعتبروهم كائنات حيه، يعني ارحموهم شويه. الفلوس اللي بتتصرف في تزيين البيت وكل سنه نجيب زينه جديده، خفوا فيها شويه، خفوا فيها شويه. ومش لازم الروتين اللي بيتعمل للبلكونه عشان خاطر رمضان، مش لازم روتين خالص، مش لازم. فرحي نفسك باي حاجه، مش لازم بهرجه. كل حاجه وسط حلوه. وكل سنه وانتم طيبين. ويا ريت نراعي فئه الفولترين اللي زي كده ونرحمهم شويه.